سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها المشتاق إلى جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هلم إلى بغيتك، فهذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويستجاب فيها الدعاء. إذن يا أحباب، كل واحد فينا يضمر نية، كل صاحب نية يضمرها يا أحباب. هذه المجالس لتحقيق النيات مع الله عز وجل. قال وينال فيها الجليس بركة هذه المجالس. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر. قال فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول تبارك وتعالى: غشوهم رحمتك. ما أحوجنا إلى رحمة الله يا أحباب. نسأل الله أن يرحمنا رحمة يغنينا بها عمن سواه. فيقولون يا رب إن فيهم فلانا الخطاء مثلي يا أحباب. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا مقصرين بجنب الله عز وجل، كلنا مسوفين ومؤجلين بما طلب منا المولى الكريم. قال إنما اعتنقهم اعتناقا. حسن ظن بهذه المجالس. فيقول تبارك وتعالى: غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ونحوه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فإذا يا أحباب، حري بالعاقل المحب أن يجعل لنفسه وقتا لا يفوته فيه من مواسم الخير، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فهنيئا لمن وفق لاغتنام هذه الطاعات وهذه الخيرات المباركات. وقد خص الله سبحانه وتعالى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بخيرات عظام. والذي جرب يا أحباب يتكلم، والذي ذاق يعرف ما معنى هذا الكلام، أن الإنسان يضمر بنيته مسائل لا تتحقق بالغالب إلا بأمر الله. نحن يا أحباب كلنا يوم إن شاء الله بهذا المجلس ضيوف على سيدنا النبي، كلنا ضيوف على سيدنا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مستبشرا على الصحب الكرام فقالوا: يا رسول الله ما بالنا نرى البشرى في محمد. الصحب الكرام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وكل بي ملكا يبلغني السلام من أمتي. كل صلاة نصليها عليه يا أحباب مكتوب، كل سلام نسلم عليه مكتوب. والصلاة والسلام عليك يا مسك الختام يا محمد. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن أقصانا. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن أسرانا. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقبل شهداءنا وأن تشفي جرحانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فيا حياكم الله ويا بياكم بمجلس الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخصه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله، وكما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نوينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها منا بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العفو والعافية الدائمة، والموت على الكتاب والسنة والجماعة، وكلمتي الشهادة من غير تغيير ولا تبديل. واغفر لنا وللمسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واطف بنا وبالمسلمين بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم،
بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وتقابل النيران وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتنا وتفرج بها كربتنا وتنقذنا بها من وحدتنا وتطيل بها عثرتنا وتقضي بها حاجتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم لا
إله إلا أنت يا الله. يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل. يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل. يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل. يا بحر الكمال والجمال يا محمد. الصلاة على محمد والسلام على محمد. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على محمد والسلام على محمد. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على محمد والسلام على محمد. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم ولاحت على الأيك الحمائم. اللهم ضاعف محبتنا فيه وأبلغه منا السلام. اللهم ضاعف محبتنا فيه وأبلغه منا السلام. اللهم ضاعف محبتنا فيه وأبلغه منا السلام. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد يا رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا لتقضى
اذكروا حوائجكم تقضى بإذن الله. آمين آمين على ما نويتموه وعلى نية اللطف والحفظ لنا ولأمة الإسلام أجمعين في شتى بقاع الأرض. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. على نية اللطف والحفظ لنا وللمسلمين أجمعين، وعلى نية أن يشملنا الله بعفوه ورحمته إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك بحق اسمك اللطيف وجاه نبيك الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، الطف بنا يا لطيف 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 يا لطيف. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا وبالمسلمين يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما، يا كريم أنت رب الكرما، قد سألنا اللطف منك عاجلا، يا عليم أنت رب الحلما، أسبل الستر علينا دائما، يا رحيم أنت رب الرحمة،
وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. سألناك بالقرآن ومن عليه نزل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح نجم أو آفل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف نجينا يا مولانا والطف بنا عن عجل. أدركنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. استرنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. ارزقنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. أدبنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. اشفينا يا مولانا والطف بنا عن عجل. انصرنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. اهدنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. بصرنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. احفظنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ربي أجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب رجاءنا. ربي أجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب رجاءنا. ربي أجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب رجاءنا. بذاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد لي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك السؤال. وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال. تكرم علينا ببرء السقام ونيل الذي نرتجي في المآل. وكن حصننا من جميع الهموم يا خير كاف ويا خير وال. وفرج كروبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال. فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال. إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين. إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين. إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الذات المحمدية. واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا
وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا رب بك نستنصر عذرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا خزائن رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عملية القبول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. وعن الصحابة أجمعين وعن الدين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجلس مبارك وشباب، نعم الشباب، رجال نعم الرجال، وألف مبارك يا عبود بالغلام عبد الله، الله يجعله إن شاء الله كاسمه عبدا لله. ولكل من اسمه نصيب إن شاء الله. الله يكرم الشيخ محمد الشربيني اللي كان سبب هذا الأمر الطيب، كان هو المجمع لهذه الدرر، فالدرر من الكلام والدرر من الصلوات والدرر من الشباب في زمن لا يخفى على أحد الكيد والمكر للإسلام ولأهله واستهداف الشباب خاصة. فإن على العهد لم ينكر مودتهم، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا. لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل، شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل؟ فحن لي وبكى وأن لي وشكى، فقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل، إن البذور التي قد جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم هم هنا وما رحلوا. والله يديم عليكم إن شاء الله الوصال والوداد، وإحنا يعني على أبواب الشهر الطيب، على أبواب الرحمة، نسأل الله أن تدركنا جميعا هذه الرحمة إن شاء الله، إحنا وأهالينا وأحبابنا، والله يكف عنا كيد اليهود إن شاء الله، لا يؤذوا أحدا فينا ولا منا إن شاء الله، يصرف عنا أذاهم قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان إن شاء الله. نصلي في المسجد الأقصى في الأمن والأمان إن شاء الله. إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، على نيات الخير لكل واحد فينا ومنا ومعنا إن شاء الله، كل من وصانا. الله يبارك لك يا عبود بما رزقك إن شاء الله، يجعل هذا البيت عامر، أولادك إن شاء الله يكونوا أوتاد بالحق إن شاء الله، يسندوك ويكرموك ويكرم والدك وأحبابك جميعا، يكونوا سندا لنا إن شاء الله، أوتاد في الأرض بالحق إن شاء الله، وأن لا يكونوا أوتادا في رؤوسنا يا عبود. سيد الحبايب يا ضنايا أنت، اللهم اجعله كذلك بسر الفاتحة. والرجال الصالحين. حاضر أمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. اللهم اجعل أولادنا فيهم وصايا لقمان الحكيم نراها خلقا معنا ومع الناس بجاه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتاج الراس وبسر الفاتحة. سل الحسامة يا حسام وابدأ من المولد قصة المولد الأولى إن شاء الله مع بعض إن شاء الله مع الوجوه الطيبين والحلوين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فكان حبيبي محمدا صلوا عليه للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية
وأستعين به وأستهديه على الدوام، ونسألك يا رب العفو والعافية وحسن الختام. عطر اللهم قبره بعطر شديد من صلاة وتسليم. من أجل عينك كل عين تكرم، صلى الله عليه وسلم. من أجل عينك يا رسول الله كل عين تكرم، ولأجل جاهك فالخلائق ترحم. لا لم يودعك الإله وما قلى، ولدار آخرة ولدار آخرة أعز وأكرم. صلوا عليه وسلم وبارك عليه. لله رجال لله رجال بذكر الله طابوا، وعند سماعه حضروا وغابوا. وقد خلعوا العذار إليه وجدا، وفي كل الأمور لله أنابوا، ولم يرضوا بغير الصدق دينا، وفي تصديقهم نزل الكتاب. وقاموا في ظلام الليل طوعا وعما يغضب الرحمن تابوا. يا رب تب علينا. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا نزل العذاب. هنالك طلقوا الدنيا ثلاثا لأن نعيمها الفاني خراب. صلوا على الحبيب. هذه من كلام عبد الرحيم الحميدي المداح المصري الله يرحم روحه. كان يكتب له أحد الكرام شعرا وكان هو يغنيه، وكانت الأقدار أن يموت هو وكاتب شعره في يوم واحد. يعني هم ما بيعيشوا إلا مع بعض وبموتوا مع بعض، فكانت الأرواح متحدة ملتقية. وأنت يا جنة حبي واشتياقي شجوني. صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصلاة عليه مع بعض يا حسام. يعني نغرد الصلاة عليه. غرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه. فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله. صلى الله على محمد
بطيبة طه ومدحت بطيبة طه دعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه دعوت بطه الله أن يحشرني أواه بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقفت على الأعداء ووقفت على الأعداء وبكيت له في الباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي 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 ورجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا زائرا روض النبي عساك تتلو السلام إذا وصلت هناك. يا زائرا روض النبي عساك تتلو السلام إذا وصلت هناك. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فهي الشفاء لدائنا ولداك. وقل السلام عليك يا خير الورى من عاشق طول المدى يهواك. سلمت عليه بروحي طابت والله جروحي سلمت عليه بروحي طابت والله جروحي طبي وشفاء جروحي مديح رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا أحباب وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا أحباب وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا
رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا زائرا دار الحبيب بطيبة أبلغ أشواقي وحر سلامي وامدح بالصلوات وانثر حلوها على حبيبك سيد الأقوام وابعث بآمنة بخير تحية تهدى لأم النور والإكرام. يا بنت وهب يا بنت وهب قد علوت مكانة رغم انقسام القوم رغم خصام ما كنت كافرة بل أنت بريئة وكريمة نسبت لبيت كرام ومن تكن لرسول الله والدة فهل تصلى عذاب النار يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي شو يا ألماني from Germany come to here. شو يا حبيبي تفضل يا حبيبي. الآن يا إمام رشدي يا سنة زمان سمعناها منك بدنا إياها طبعا إن شاء الله. الله يكرمكم جميعا وكل عام وانتم بخير. بدنا نحضر نورك وفانا يا رمضان. نورك وفانا يا رمضان. سيدي خذ ما تعصيش الأوامر خليك على الأوامر. نجيب إن شاء الله ندخل عليها إن شاء الله. طبعا كل التحية للشيخ حمد الأحباب الشباب كلهم واللي حضروا واللي غابوا. عبود على الحدود عبود على الحدود. الله يرحمك يا ولي الدين. يظل حدود العبد. شوف العسل اللي محلك الشباب الحلوين. شو الامداد هاي كلها. فاتحه لروح الطيب والدكم المداح وكل منشد ومداح وشيخ سليم حمو والشيخ صابر السايح وكل المداحين اللي نوروا نابلس. فاتحه. ألا إن الصلاة على الرسول شفاء للسقيم وللعليل فصل عليه إن الله صلى عليه ولا تكونن بالبخيل. اللهم صل عليه وصل عليه صلت عليه ملائكة السماء بجبرائيل. وصل عليه قد صلت عليه ملائكة السماء بجبرائيل. ألا إن الصلاة عليه نور لدى الظلمات في اليوم المهول وتثقيل لميزان خفيف وتخفيف من الحمل الثقيل. يا إمام الرسل يا سندي الله تمام الله معتمد فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي ويا إمام الرسل يا
من فوق الثرى سرى قدر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمد بدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي الله يا ملاك الخائفين الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاك الخائفين الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حلالي عقد يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الآثل يا منيح الداء إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله صلى عليك يا حبيبي. علينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا فيها السنة وعم الكل بالكرم صلى الله عليه وسلم. لم ترق عين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحلى منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء. بتعمل ايه يا حسام؟ انت بتعمل ايه يا حسام؟ حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه وعلينا الله تجلى في الصبح وفي المساء. ده الغالي مديح غالي الغالي مديح غالي الغالي مديح غالي وفي عمره ما يتنسى وفي عمره ما يتنسى. قمر سيدنا النبي قمر والجميل
الله الله وعطر ويبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل دام الشمس تدنو من الجماجم الله الله وتحت لواك عرب والأعاجم الله الله إذا ما الشمس تدنو من الجماجم الله الله وتحت لواك عرب والأعاجم الله الله ما فيش غيرك للنيران لاجم 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 أغفاك في ذاك أبا وأما قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعينك تاخذها لك دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعينك تاخذها لك دليلا الله الله تفلت البئر أضحت سلسبيلا تفلت البئر أضحت سلسبيلا تفلت البئر أضحت سلسبيلا تفلت البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مداما قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا يقع الذباب عليه حاشا الله الله ظلام الكفر من نوره تلاشى الله الله ولا يقع الذباب عليه حاشا الله الله ظلام الكفر من نوره تلاشى الله الله ضحوك السن سيمته البشاشة ضحوك السن سيمته البشاشة ضحوك السن سيمته البشاشة ضحوك السن سيمته البشاشة فلو جن المشاهد لما قمر قمر سيدنا النبي
الشهد إلا ريق طه ليس الشهد إلا ريق طه وليس الأنس إلا روض طه وليس النور إلا وجه طه وليس المسك إلا ريح طه ليس المسك إلا ريح طه المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء اشكي لي من وجدي وحالي الله الله وكل من النبي ضالي الله الله اشكي لي من وجدي وحالي الله الله وكل من النبي ضالي الله الله غير أحوالي غير أحوالي غير ضرب برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضر الله الله اللي علينا بالنظر الله الله يا صاحب القبة الخضر الله الله اللي علينا بالنظر الله الله يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء وقل كل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء ست الكريمة بنت الزهراء الله الله علي المقام نظرة يا صغرى الله الله ست الكريمة بنت الزهراء الله الله علي المقام نظرة يا صغرى الله الله جودي علينا بالنظرة بجاه طه رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر أبا الزهراء عادف لجدك طمني الله الله ذكر أفضل متهني الله الله عادف لجدك طمني الله الله ذكر أفضل متهني الله الله أنا من حسين وحسين مني أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر أبا الزهراء ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين من السيدة لسيدنا
الحسين. أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يجلي الهوى. أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يجلي الهوى. ويا ريت يكون لي معاه نصيب والحب يجمعنا سوا والفرحة تبقى فرحتين من السيدة لسيدنا الحسين. يا آل بيت المصطفى يا أهل المحبة والوفاء، يا أهل المحبة والوفاء. أنا قلبي هان في حبكم بمنى يعيش في قربكم واملى حياتي بالصفا. يا أهل بيت المصطفى. اخواننا مش حابين يشاركوا، اخواننا جماعه الشربين يعني الكتيبه الشربين المادحين والمرشدين. ايه ده؟ العد بدي اغني لك بعديها اخر شيء تجيب الصبي وسيد الحبايب يا ضنايا انت. الله يرحمك يا شاديه. ماشي؟ ثاني شرف للنبي من حضرة العباس أخيه الياس نقيب الرجال والأنبياء أجمعين وأهل النوب لهم الفاتحة. ثالث شرف للنبي من حضرة العباس أخيه الياس نقيب الرجال والأنبياء ثم خذ لهم الفاتحة. كيف حالك يا ابو عارف؟ إلى ختام الأنبياء والمرسلين حبيب سيدنا النبي لهم الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعل. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وقد منحت المدى مجدا وصرح علا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وفوق أرضي ماء الحق قد هطل. أنا المدينة قلبي بالهدى غسلا، وهدب عيني بنور المصطفى كحلا. نثرت وردي على الدنيا يعطرها، وما زال بهي الطيب ما ذبلا. تظل شمسي طول الدهر مشرقة، وكوكبي ساطع الأنوار ما أفلا. أنا الجميلة من في الحسن يقربني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا. له بأرضي أفناء مباركة، ومن زلالي ينابيعي قد انتهلا. يضوع وجهي حسنا لا حدود له، وحسب وجهي أضحى للسنا حللا. أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتغى. كنا بدنا نمدح نستقبل رمضان، ونورك وفانا يا رمضان. انت حاضر يا حسام وجاهز؟ الله يبلغنا الشهر الكريم إن شاء الله، لا مفقودين ولا فاقدين، والله يبعد عنا أذى بن قفير وبن يمين. أمال إيه؟ بنعمل إيه يا راجل؟ أمال إيه يا أخوي؟ إن شاء الله رمضان يكون هادي. صلي بالأقصى. نورك وفى يا رمضان، وملا دنيانا بالإيمان. نورك وفانا يا رمضان، وملا دنيانا بالإيمان. بالتوبة أتيت وبالغفران، شهر الرحمة والغفران. يا شهر أتيت وبالغفران، يا شهر الرحمة والقرآن. يا شهر الطاعة والإحسان. نورك وفانا يا رمضان، وملا دنيانا بالإيمان. نورك وفانا يا رمضان، وملا دنيانا بالإيمان. بالتوبة أتيت وبالغفران، يا شهر الطاعة والقرآن. بالتوبة أتيت وبالغفران، يا شهر الطاعة والقرآن. يا شهر الرحمة والإحسان. يا أكرم شهر وفانا، بكرام أنزل هدانا. يا أكرم شهر
الرحمة والإحسان. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران ركع ساجد للرحمن. يلي بتحلم بالغفران ركع ساجد للرحمن. تعال نصلي على العدنان. تعال نصلي على العدنان ونطلب من رب رحيم. رمضان كريم رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يا رب يكرمنا جميعا. رمضان كريم. سيد ابو العارف الله أكرم. الله الله، يعني اسمك على مسماك ومسماك من اسمك. جميل المصري، انت جميل ابو العارف. معلومة خارج يا أبو العالم. وانت ابو العارف والمعارف والعوارف. وبدك كلمه طيبه منك برضه اذا بدك تقدم اولا الغالي بالمديح بشار او تتكلم اولا انت. لا افضل تتكلم اولا لانه من جماعه يبدو انهم تعب. اسعد الراحه علينا. بلاش عداي بحبحاني هذا يسجلنا على اليوتيوب ونزلنا. اوعى. يلا يلا يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من وحد الرحمن صلى عليه ربنا في كل لمحة ونفس عدد ما كان وما يكون وما سيكون. في هذه الليلة المباركة مع نزول الغيث والمطر ومن تجليات المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه باب الله، وكما قال أحد الأكابر: يا رسول الله أنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. فلا أحد يدخل على الله إلا من باب رسول الله. وباب رسول الله هذه المكنونة الخفية التي كانت في كمون الخفاء وأظهرها الله سبحانه لأجل مسألة واحدة، هو أن يعرفنا على الله فقط، لأجل أن تعرف الله سبحانه. فاندرج هذا الكلام تحت قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الصيرورة هي للخدمة، خلقنا لأن نخدم الله سبحانه، ولكن هذه الخدمة لا تأتي إلا من باب رسول الله اللهم صل عليه. وباب رسول الله هو أعظم الأبواب وأسرعها للوصول إلى الله. ومن لوازم الإيمان محبة رسول الله اللهم صل عليه. إيمانا لمن لا محبة.
لا إيمان لمن لا محبة له. قال مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي في شرح الطريقة الندية في شرح الطريقة المحمدية. هذا كتاب قيم لسيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي. يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا محبة له. يعني هنا في لازم وملزوم. هذا اللازم لابد أن يجتمع بملزومه، وملزومه محبة رسول الله. فنفى سيدنا النبي عن كل مسلم أن يكون مؤمنا. نحن مسلمين لسنا مؤمنين إلا بحال واحدة، أن نكون محبين لرسول الله. فإذا استكملت المحبة في قلب رسول الله انتقلنا من الإسلام إلى الإيمان. وإذا استقر هذه المحبة انتقلتم من الإيمان إلى اليقين. واليقين برسول الله كاليقين بالله. وما هذا؟ هذا التجانس هو أنك تعرف أن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه وسيلتنا إلى الله، وأنه هو الذي يصل بنا إلى حضرة الحق. وحضرة الحق لا بد له من رفيق لتصل به إليه سبحانه وتعالى. في أمر بسيط لتعرف قيمة سيدنا النبي وأولياء الله وبعجالة، لأن هذا المجلس الصلاة على النبي من أعظم القربات إلى الله، ولا يحضره إلا المحب. والمحب يظهر عليه علامات المحبة عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأنه عندما يذكر سيدنا النبي بالأدب والوقار تتغشاك سحابة من الرضوان بأمر الرحمن، فيهيمن عليك هذا التجلي الروحاني. هذا التجلي الروحاني يؤدي إلى الراحة النفسية والانبساط، كما قال النبي: جعلت قرة عيني في الصلاة. ما هي القرة؟ الهدوء، الاطمئنان، هداك البال، هي السعادة هنا. أورد الذهبي وابن سعد في طبقاته، وهي قصة مشان تعرفوا قيمة سيدنا النبي وأولياء الله في باب الوسيلة والتوسل. واليوم هذا الوسيلة والتوسل إذا ذكرته قدام أحد ينتفض ويقول لك أنت إيه؟ أنت مشرك. يروي الإمام الذهبي يا إخوان في كتابه وابن سعد في طبقاته أن أهل سمرقند انقطع عنهم المطر وجفت الآبار وكادوا أن يموتوا عطشا. فجاء شيخ من أهل الله إلى والي المدينة وإلى قاضي المدينة وإلى مفتي المدينة، قال له: ما العمل؟ مات الناس عطشا. فجاء رجل من الأولياء الصالحين قال لهم: هناك أمر واحد إن فعلتموه ينزل علينا الله المطر. قال: وما هو؟ قال: أن نذهب عند البخاري ونتوسل به إلى الله. هذه قصة حقيقية يا أخوان. ويرجعوا قبر البخاري ويرجعوا لكتاب الذهبي ويرجعوا لكتاب ابن سعد في طبقاته. فذهب المشايخ والعلماء يبكون ويتمسحون بقبر البخاري ينالوا البركة، لأن هذه المقامات هي مقامات مرغوبة وذوات فاضلة. فبدأوا يتوسلوا بسيدنا البخاري حتى نزل المطر عليهم، ثم اشتد المطر وغرقت سمرقند، ونزل المطر أسبوع. من شدته امتنع الناس عن الخروج إلى الشوارع من كثرة الفيض والغيظ الذي نزل على أهل سمرقند بس بالبخاري. فما بالك بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي تتوسل بالنبي بيقول لك ايه شرك. طب هذا باب في الفقه مش باب في العقيدة. ليش خلطتوا الأصول بالفروع والفروع بالأصول؟ لما بدنا نبحث عن باب والتوسل نروح وين؟ على الفقه، ما بنروح على العقيدة، بنروح وين؟ على الفقه. نسأل مشايخنا الفقهاء: ما رأيكم يا سادة يا كرام بالتوسل بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لنا جائز. وما جوازه ودليله؟ القرآن والسنة والإجماع. القرآن ورد: وابتغوا إليه الوسيلة، وكانوا يستفتحون على الذين من قبل. اليهود كانوا يتوسلوا بالنبي
والأحاديث الكثيرة الواردة، وتقبيل قبر النبي والوقوف عند النبي وشباك النبي وطاقة النبي، كان الصحابة يفعلونها. لماذا تحرمون على الناس التوسل ونحن تحت الاحتلال؟ لأنهم يعرفون أنه إذا قصدنا رسول الله به إلى الله نصرنا الله، فيمنعون عن الناس الخير. قال الشرك ليش؟ بدعة يا سيدي. دخل سيدنا أبو أيوب الأنصاري على قبر سيدنا النبي، ده اختل لها القصة، حديث صحيح. فقام قبل القبر، قام مروان بن الحكم والي المدينة مشى من رائب مثل ما بتمسك الخروف. قال له ماذا تفعل؟ شو تعمل أعلى؟ قال له أنا جئت خير البشر ولم آتي الحجر، أنا جئت رسول الله. فبكى أبو أيوب وقال لا تبكوا على الدين إذا تولاه أهله، ابكوا على الدين إذا تولاه غير أهله. وهذا ما نحن فيه الآن. بس ربي لحيته ويلبس دشداشة زيي ويلف لفة ويحط اللحية بصير مفتي. قل له وين طلعت من طاعك؟ والله ما بعرف. بفكروا إنها المشيخة بفكروا. أنا إلي بدرس أكثر من 50 سنة، 50 سنة وأنا ما زلت أدرس من المتون والشروح والمطولات والمختصرات والحواشي والكتب والأصول والفروع والحديث وشروحه والتراجم وغيره، وما زلنا صفرا. صفر لا شيء. اليوم بيحفظ سطرين وبيحمل كتاب رياض الصالحين بيصير جوجل موجود. والمصيبة إيه؟ ولا النووي مبتدع. ثم أنت حابب كتابه. قال خذوا من الحديث ولا تأخذوا من العقائد، لأنه أشعري. قال إيه؟ أشعري، لأنه نزه الله ما حطوش على كرسي تنزل الأدلة. لذلك لما بدك تدعي وتطلب من الله بجاه حبيبك محمد. سيدنا آدم، وأختم بهذا الحديث لأن هذه معلومات الناس ما بيعرفونها. سيدنا آدم لما ارتكب الخطيئة وهي قربة قال يا ربي ألا بحق نبيك محمد ألا ما غفرت لي؟ قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أخلقه؟ هذا حديث رواه الحاكم النيسابوري على شرط صحيح مسلم. الحاكم النيسابوري على صحيح مسلم شرط صحيح مسلم. قال من أين عرفت يا آدم محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيديك، لكن القدرة مش الجارحة، لأن ربنا ما يلوش صابر إليه، ليس كمثله شيء. نثبت الصفة ولكن ننكر العين والكيف. قال يا ربي لما خلقتني بيديك رفعت رأسي فوجدت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف لاسمك إلا أحب الأسماء إليك. قال يا آدم صدقت، لولا محمد ما خلقتك، لا محمد ما خلقتك. وفي شيء الناس لما بيشوفونا بنعمله بيضحكوا علينا. شو لما بنذكر سيدنا النبي بالأذان، إذا كنتوا يا كبار تشوفوا المشايخ ولا يعملوا هيك يفتحوا عينيهم. ليش احنا بنعمل هيك؟ لأنه ورد حديث عن سيدنا النبي إنه آدم لما توسل بمحمد قال له يا ربي أرني ولدي وحبيبي محمد. قال له اجعل إبهاميك أمام عينيك. طبعا سيدنا آدم إبهام أكبر من التلفزيون هذه 70 ذراع طوله، قد إيه أصبع